تخيل كده تعيش مع شخص طول الوقت بيقولك كلام وحش، طول الوقت بيجرحك. تخيل بقى ان الشخص دوت هو انت كأنك طول الوقت ماسك الصوت ده او عصاية وعمال نازل كده على نفسك، على نفسيتك بقى طول الوقت طول الوقت. جلد الذات مش ان انت بس تزعل من نفسك، او مش مجرد الضمير اللي احنا بنقول عليه ضمير فضميري صاحي. جلد الذات هو ان انت بتربط كل تصرف انت بتعمله بقيمتك. لو عايز تعرف ازاي تواجه صوت النقد اللي جواك اللي بيجلدك يوميا وبيعذبك يوميا، تابع معايا الفيديو دوت. هقدم لك 4 خطوات عملية تعرف ازاي تواجه بيهم الصوت دوت بشكل عملي وبشكل فعال. كمان في الفيديو دوت هوضح 4 اسباب رئيسية بيخلي عندنا صوت الجلد ده. عندنا في 4 اسباب رئيسية للجلد الذات. اول حاجة الطفولة بيجي الأب والأم يتعاملوا مع الطفل في كل حاجة إن هو لازم يكون ماشي زي المسطرة. لو عمل تصرف فلاني غلط فأنت كذا، أنت غبي، أنت ما بتفهمش، أنت عبيط، أنت ما عندكش مخ، أنت كذا أنت كذا أنت كذا. فالولد بقى بيدخل انبوتس، عمالي بيسمع المعلومات ديت من الأب من الأم أو من الجد والجدة، على حسب مين اللي كانوا موجودين وليهم السلطة على الشخص ده. حتى لو كان البواب ليه سلطة على الشخص ده وبيقول له الكلام دوت، طالما الطفل شايف ان دوت مصدر السلطة فهو بياخد منه الكلام وبيبتدي ان هو يدخل المعلومات ديت جواه. فتعود في طفولته ان هو بيسمع كلام وحش. طيب يتوقع لما يكبر هيقول لنفسه كلام عكس ده؟ لا طبعا، لان هو ما سمعش حاجة عكس ده، فهو هيطلع بيردد نفس الكلام اللي كان بيسمعه من الاب ومن الام. فهيطلع يقول لنفسه انا غبي، انا ما بفهمش، انا فاشل، انا مش محبوب، الناس مش بيحبوني، انا ما بعرفش اتكلم، انا ما بعرفش اتعامل مع ناس جديدة، انا ما بعرفش اشتغل، انا ما بعرفش ادخل في اماكن جديدة، انا هفشل، انا مش شبههم، انا كذا انا كذا انا كذا. بيردد نفس الاصوات اللي اتحفرت جواه. تاني سبب عندنا وهو المجتمع، ان المجتمع عوده دايما ان انت لازم تكون بيرفكت، مثالي. بصوا، هو المجتمع طبعا علشان، او المجتمع ده مجموعة من الاشخاص. لما نيجي ابص على الصورة المصغرة اللي هو الشخص في حد ذاته، الشخص دوت مش قادر ان هو يواجه نفسه، مش قادر ان هو يتقبل الضعف اللي جواه. فهيعمل ايه؟ فهيقوم راسم صورة كبيرة كده حواليه ان هو حد بيرفكت، ان هو حد مثالي. نجيب الشخص ده زائد شخص زائد شخص زائد شخص، بقى عندنا مجتمع. فالمجتمع بقى بيروج لفكرة المثالية، ان احنا كلنا لازم نكون مثاليين، لازم كلنا نكون جسمنا جسم رياضي، ولازم كلنا نكون لون بشرة معينة وبنتكلم كلنا C1 او كلنا C2 في الانجليش، لازم كلنا نكون في نوع مدارس معينة، لازم كلنا نكون في انواع جامعات معينة، لازم ندخل الكليات معينة، لازم 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 لازم. فالشخص دوت عمال يجيله كل الناس عم تقوله لازم تعمل كذا لازم تعمل كذا. فهو كشخص ضعيف او مش عايز ده، بس هو خايف من النقد، فيبتدي يجبر نفسه ان انا لازم امشي على حسب اللي المجتمع بيقوله. فيبتدي يحط لنفسه expectations عالية جدا، ويبتدي يفرض على نفسه obligations، وبيفرض على نفسه الزامات كتيرة قوي 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 قوي. ولو ما عملهاش يبتدي ينتقد نفسه ويجلد في ذاته ان انت ليه ما عملتهاش، رغم ان الناس كلهم بيعملوها. الناس اللي هم برضو بيجلدوا نفسهم برضو، يعني اللي هم برضو بيمارسوا نفس الحاجة اللي هو بيحس بيها برضو تجاه نفسهم، يعني هم ما يفرقوش حاجة عنه. تمام. مقارنة، انه احنا دايما بنقارن ما بين الناس وما بينهم وما بين بعضهم. فانا لازم ان انا اكون حاطط في دماغي ان فلان دوت احسن مني، فانا لازم ان انا اجي على نفسي علشان خاطر ان انا انتصر على هذا الشخص العفريت اللي انا لازم، مش هينفع اكمل حياتي من غير ما انتصر على هذا الشخص. والشخص دوت هيمشي وانت هتروح في مكان جديد وهتلاقي في شخص تاني، وهتفضل تدخل في مقارنة تاني وتمشي وتروح لمكان تالت وهتلاقي في شخص تاني. فانت طول الوقت معود نفسك ان انا لازم يكون في حد عندي كدافع ان انا اقارن نفسي معاه علشان خاطر ان انا اكون في المكانة البيرفكت او في المكانة المثالية. تالت سبب عندنا وهي آلية دفاع للحماية، هي انت بتستخدمها تجاه نفسك قبل ما حد يجي ينتقدك. يعني انت عارف ان انت لو عملت الموقف ده حد معين معدي من قدامك، اخوك، صاحبك، اي حد، يقولك
ايه اللي انت بتعمله ده، ايه الغباء ده، ايه التخلف ده. فانت مش عايز هو يقولك كده، فانت هتعمل ايه؟ فانت هتقول انت لنفسك كده، او تبتدي حتى كمان لما تكون قاعد قدام حد تقول له انا مش عارف ايه التخلف اللي انا عملته ده. فانت بدرت وثبت لان انت مش قادر تستحمل ان اللي قدامك هيقولك كده، فانت بتعمل ده كأنت بتديها لنفسك، او لما يعني احسن من اللي قدامك ايه يديها لك. رابع حاجة وهي آلية تشجيع انت بتستخدمها علشان خاطر تشجع نفسك او تحفز نفسك. وللأسف مع الوقت بنفتكر ان ديت الطريقة الوحيدة اللي انا اقدر اشجع بيها نفسي، ان انا افضل اقول لنفسي انتي ليه ما بتعمليش كذا، قومي يلا انزلي يلا الجيم، قومي يلا اشتغلي، قومي يلا ذاكري، قومي يلا اعملي كذا، انتي ما بتفهميش في حاجة، ده انا متخلفة، ده انا كذا، ده انا كذا، ده انا كذا. وتفتكر ان انت كده بتشجع نفسك. وبالفعل في ناس بتجيب معاهم نتيجة، بس هو بيعمل الحاجة وهو عامل زي الطفل اللي مضروب وقاعد بيعمل الواجب وهو بيعيط. انت قاعد بتعمل واجب وانت بتعيط، مع ان انت ممكن تقعد تعمل الواجب عادي من غير ما تكون بتعيط. ممكن يكون عندك دوافع تانية، ايه هي نعرفها بقى في بقية الفيديو. دلوقتي احنا عرفنا الاسباب، ايه بقى الحلول؟ هحل دوت ازاي؟ اولا انت لما بتيجي تقول لنفسك انا متخلف، انا غبي، دوت عبارة عن ايه؟ عبارة عن صوت شغال في دماغك. طيب الصوت اللي شغال في دماغك ده علشان انت تبتدي تهديه، اولا رقم واحد لازم تعرف ان ده صوت، لازم تاخد بالك اصلا ان في حاجة شغالة هنا. يبقى انا لو انا عايزه اعالج جلد الذات، انا مش هينفع يعني ان انا اعمل اي حاجه غير لما ادرك ان هو الموضوع كله في دماغي، حاجات دايره في الحته دي عماله تشتغل. طيب الصوت ده ايه بقى؟ ده بقى اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي. اول حاجه ان انت تبتدي تلاحظ الصوت ده، تلاحظه، تسمع نفسك، تسمع الصوت ده بيقولك ايه. الصوت ده بيقولك انت متخلف، اوكي. بيقولك انت غبي، تمام. بيقولك انت تخينه قوي، تمام. بيقولك انت فاشل، اوكي. بيقولك انت مش محبوبه، مفيش حد بيحبك، اوكي. بيقولك انت مرفوض، اوكي. دوت خلاص الصوت ده. تاني خطوة هتبتدي تعملها لما تاخد الصوت ده، تسأل نفسك وتبتدي تلاحظ الصوت ده بيجيلك امتى. هل بيجيلك لما بتكون لوحدك؟ هل بيجيلك لما بتكون مثلا في مواقف اجتماعية، لما بتروح في اماكن اجتماعية؟ هل بيجيلك قبل النوم؟ هل بيجيلك اول الصحيان؟ الصوت ده جالك بعد ايه اخر موقف حصل وبعد كده الصوت ده جالك؟ علشان تبتدي تربط، تعرف لو انا مثلا كل ما بقابل فلان الفلاني الصوت ده بيجيلي، فانت رابط الصوت ده بالشخص الفلاني. فانا محتاج اعرف انا ليه الشخص الفلاني ده بيخلي الصوت ده يشتغل عندي، اكيد بيبقى فيه رابط موجود. محتاج تعرف ليه كل ما بروح المكان الفلاني الصوت ده بيشتغل عندي. يبقى انت في تريجر هنا، وفي ذكريات ليك هنا حصلت في المكان ده، كل ما بتروح المكان ده بتشغل عندك الصوت ده. تمام. انا كل ده لسه في الخطوة الاولى اللي انا بتكلم فيها على ان انا ازاي هواجه الصوت ده. حلو. تالت حاجة انت خلاص لاحظته وسميته الكلام ده، وخلاص لاحظته وعرفت بيجي امتى، ان انت تسميه. هتسأل نفسك هو ده صوت ناقد داخلي ولا صوت الحقيقة؟ سيبك من ان هو بيقولك انت انا مثلا انا ما بفهمش، انا متخلفة. طيب الصوت ده صوت ناقد داخلي، حد قاسي ولا صوت حد حكيم؟ عشان في فرق ما بين القسوة وما بين الحكمة. الحكمة بيكون فيها صبر، بيكون فيها رحمة، بيكون فيها منطق برضو، بيكون فيها واقعية برضو. انتوا عارفين انتوا عايزين الحتة الواقعية والمنطقية. فانت هنا محتاج تعرف هو ده ناقد شرس ولا ناقد حكيم منطقي واقعي. رقم 4 ان انت هتبتدي تفحص الكلام بتاعه، تبتدي تشوف الكلام اللي جالك ده، هو الكلام دوت حقيقي ولا مش حقيقي؟ الكلام ده صح ولا مش صح؟ الكلام دوت فعلا، هل انا فعلا متخلفه؟ مثل المتخلف دوت بيبقى مجنون، متخلف عقليا يعني ما بيفهمش اي حاجه. هل انا فعلا ما بفهمش اي حاجه؟ طب انا مثلا مش محبوبه، هل فعلا ما فيش اي حد بيحبني خالص؟ ولا انسان ولا حيوان ولا جماد ولا مفيش؟ اكيد هتلاقي حد بيحبها. ممكن تلاقي حيوان بيحبك ممكن قطه، كلب، بس ان انت محدش بيحبك على الاطلاق دي مستحيلة يعني دي ما بتحصلش نهائي. الناس التوكسيك
الناس اللي هم السايكوباث النرجسيين اوحش ناس في العالم محبوبين. لك ان تتخيل بقى المجرمين القتلة ليهم ناس بيحبوه، فلك ان تتخيل. فانت اكيد هتلاقي حد بيحبك، فانت محتاج ان انت تشوف الموضوع ده. طيب عمليا بقى هطبق دوت ازاي؟ هتلاقوا دلوقتي ظاهر عندكم على الشاشة جدول. الجدول دوت بيوريكوا المقارنة ما بين الصوت بتاع النقد الداخلي وما بين الرد الحقيقي او ما بين الحاجة الواقعية. زي مثلا ان انا فاشله، لا انا ما فشلتش، انا نجحت في اكتر من حاجه. زي مثلا انا مش محبوبه، لا انا محبوبه، في ابويا بيحبني، امي بتحبني، ليا اصحاب، ليا كذا 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 كذا، وهكذا. الامثله اللي موجوده انا حبيت ان انا اوضح لكم الامثله ديت على الشاشه عشان انتوا تعرفوا عمليا دوت بيتعمل ازاي. هتجيب عمود وهتقسمه بنفس الشكل اللي موجود قدامك، وهتبتدي ان انت تقسم الصوت بيجي لك ايه، وانت لازم تمسك القلم وتكتب، او على النوت عندك تبتدي تكتب الرد على دوت ايه. لا رد على الصوت اللي بيجي لك، ما تسيبوش شغال كده مع نفسه. تمام اوكي. هنا طبعا في ناس هتقول ايه الهبل ده وايه العبط ده، وهو انا لما اعمل كده يعني الصوت دوت هيروح؟ هيروح. يعني الصوت دوت هيروح مع الوقت، هو مش هيروح النهارده. يعني انت قاعد بقالك سنين بتعمل ده، فانت الصوت ده مش هيروح النهارده، هو هيروح بعد فتره. لان انت مثلا عندك كام؟ عندك 20 سنه مثلا، فانت بقالك 20 سنه بتكلم نفسك بالطريقه دي. هل يعقل ان انت النهارده الصوت ده هيتغير؟ عمره ما هيتغير. ليه؟ لان انت محتاج شويه وقت لحد ما ده يتغير. اكيد مش هتحتاج 20 سنه اكيد يعني هو هيقل تباعا مع الوقت. اوكي، فدوت بيحتاج شويه وقت وبيحتاج ممارسه. مع المره الاولى ممكن تيجيلك صداع، تحس بلخبطه في الدماغ، تحس انت مش فاهم ايه اللي بيحصل، او تستهي في اللي انت بتعمله. بس صدقني انا جايلك من هناك وبقول لك الكلام ده فعال، لان انا شخصيا كنت كده وعملت ده وطبقته. وكنت في الاول بقول ان الكلام دوت مش بيشتغل وملوش اي لازمه والكلام ده كله هبل وعبط، وانا طبقته واشتغل. اسمع مني، لان انا كنت اكتر واحده محترفه في جلد الذات. اوكي طيب، خطوه رقم 2 ان احنا هنكتب رساله للناقد الداخلي. رساله للناقد الداخلي اللي هو الشخص اللي قاعد كده على الكورس ده، اللي عمال يقول لك ايه ده. طبعا انتوا يرسموا له صوره الشخص دوت اللي هو قاعد بيزعق ده ويقول لك انت لازم تعمل وما ينفعش تعمل ولازم كذا ومش لازم كذا. هتكتب الرسالة دي وحاول ان انت تعبر له انت عايز منه ايه. قول له مثلا انا متأذي منك في كذا، انا متأذي منك لان انت دايما بتقسو عليا، لان انت دايما بتزعق، لان انت دايما بتجبرني، لان انت دايما شايفني حاجة دونية وماليش قيمة. قول له انا عايز منك ان انت توجهني، لان الناقد الداخلي ده هيفضل موجود. يعني انت طول الوقت هيبقى عندك الشخص اللي هو البيرنت اللي هو الاب الداخلي او الناقد الداخلي ده هيفضل دايما موجود، اللي هو بيكون مسؤول عن الحكمة والنضج والاتزان والكلام ده، فهو هيفضل موجود. فانت تقول انا عايز منك توجهني بس بالراحة، بهدوء، بعقل، بنضوج، من غير افوره. هتكتب الكلام ده وتكتب بطريقتك. يعني هو من الحاجات دي ما بتتحفظش، لان النفسيه ما بتتحفظ. يعني النفسيه ما فيهاش 1 2 3 نفسيتي تختلف عن نفسيتك، تختلف عن نفسيتك، تختلف عن نفسيتكم، تختلف عن كلنا، نختلف عن بعض. فهتكتب بطريقتك. حل رقم 3 وهو ان انت هتكتب المره دي رساله بس لنفسك. يعني هتواسي نفسك على الألم اللي انت بتحس بيه نتيجة جلد الذات. ممكن تشوف ان انت ما تستحقش حاجة زي كده، وممكن تشوف انه عيب، ممكن تشوف انه مش منطقي، ممكن تشوف انه ايه الهبل ده، هكتب رسالة لنفسي. اكتب رسالة لنفسك كأنك بتكتب رسالة لحد بتحبه. استحضر الشخص اللي انت بتحبه ده، واستحضر مشاعرك الداخلية تجاه الشخص ده. يعني مثلا بتكتب رسالة لصاحبك بتحبه مثلا، او لحبيبك، او لمامتك، باباكي. استحضري مشاعر الحب دي، وابتدي بقى خدي المشاعر اللي انت حسيتيها جواكي دي دلوقتي
واكتبي بقى الرسالة دلوقتي ليكي انت بالمشاعر اللي انت استحضرتيها، علشان دي تبقى بوش ليكي ان هي تزقك او تزقك ان انت تبتدي تكتب المسج دي لنفسك. المسج دي تبقى مسج مواساة، تطبطب فيها على نفسك، تطبطب بيها على نفسك، اللي هو انا عارف ان انت زعلان من كذا، انا عارف ان انا قصوت عليك في كذا، انا عارف ان انا بكلم نفسي بطريقه وحشه، ما تزعليش من نفسي، معلش ده للاسف بسبب ان انا اتعودت على الطريقه دي، بس انا بحاول اغير من نفسي، بحاول اكون انسان كويس، بحاول اكون كذا، هحاول ان انا اغير من الطريقه دي، والطريقه دي هتقل مع الوقت تدريجا، كذا 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 كذا. وتكتب الرساله دي لحد ما تحس ان انت خلاص خلصت الرساله دي. في ناس لما بييجوا يعملوا الخطوه دي بيعيطوا، منهم انا يعني تمام. فمش لازم تعيط، ولو ما عيطتش عادي، ما حصلش اي حاجه يعني عادي جدا. خطوه رقم 4، وهو ان احنا هنعمل قائمه كده ب5 حاجات انت بتجلد ذاتك، فانت شايف ان انت نفسك وحش، انت متدمر، فانت محتاج ان انت تدعم نفسك، ادي لنفسك دعم نفسي. طب اعمل دعم نفسي ازاي لنفسي؟ هتعمل قائمه فيها 5 حاجات ممتن ليها، هيظهروا دلوقتي عندك على الشاشه. ايا كان ايه الحاجات اللي انت ممتن بيهم، ممتن لنعمه البصر، نعمه السمع، ممتن ان انت عندك شقه، ان انت عندك سقف، ان انت مش مشرد زي ناس معينه، ممتن ان انا مثلا دولتي ما فيهاش حروب، امتن لاي حاجه انت شيء. ابتدي لاحظ النعم اللي في حياتك، اكتب 5 حاجات. دوت هيبتدي يقلل شويه من شعور يعني السيلف هيت اللي جواك، ان انت بتكره نفسك. تاني قائمة تعملها، تعمل قائمة ب5 إنجازات صغيرة عملتها النهاردة. مثلا قمت عدلت أوضتي، أنا قمت روقت الدولاب بتاعي، قمت غسلت سناني، صليت النهاردة ال5 صلوات، رحت الشغل بتاعي الحمد لله، ذاكرت مثلا الشابتر اللي كان عليا أو اليونت اللي كانت عليا، عملت مكالمة كانت متأجلة. اكتب 5 إنجازات صغيرة. برضو هتعمل قائمة ب5 إنجازات كبيرة. 5 إنجازات الكبيرة دول الحاجات الكبيرة اللي يكون يعني حاجات كده، يعني ماركس أو علامات مميزة في حياتك. زي مثلا اتخرجت من الجامعة بتاعتي، تعبت قوي في الشهادة دي عشان اخدها، دخلت كورس كنت نفسك تاخده واخدته، قللت العصبية مثلا، رحت عمرة، والله حوشت مثلا المبلغ الفلاني، ساعدت فلان الفلاني في عملية، عملت كذا مش عارف ايه. اكتب 5 انجازات كبيرة وتخليهم في قائمة كده قدامك مترقمين، 5 حاجات كده. ايه فايدة الكلام ده؟ ليه احنا بنعمل الحاجات دي؟ بنعمل الحاجات ديت علشان انت تبتدي تمتن للمجهود، عينك تبتدي تشوف، مخك يبتدي يشوف على الورق او على التليفون لو انت هتكتب على التليفون، ان انت مش انسان وحش، ان انت مش انسان بلا اي انجازات. مفيش حد بلا اي انجازات، اكيد هتلاقي عندك انجاز، اكيد هتلاقي في حاجات انت عملتها صغيرة كبيرة وات ايفر، اكيد هتلاقي في حاجات انت ممتن فيها لنفسك في حياتك. فالموضوع ده مرهق جدا. الموضوع ده على فكرة بيفقدك طاقة كبيرة قوي، بيقلل ثقتك من نفسك، بيخليك مش قادر تحب نفسك، بيخليك تشوف الوحش في نفسك والوحش في غيرك. لان انت لو بتكره نفسك، على قد الطاقة اللي بتديها لنفسك على قد الطاقة اللي بتديها للي قدامك. فانت لو مش عارف تشوف الحلو فيك، عمرك ما هتقدر ان انت تلقط الحلو في اللي قدامك. حتى لو لقطته، عينك هتلاقيها دايما طول الوقت عمالة تنزل على الوحش في اللي قدامك. فانت محتاج ان انت تحتوي العيوب اللي فيك، تضمها كده، تحتويها، وما تحاولش ان انت تكبتها، لان العيوب ديت مش هتروح. يعني انت لو عندك عيوب، مهما غيرت من شخصيتك ومهما اتطورت، هيفضل فيك كده شوية حاجات كده، مش يعني هتعدلها سنة هترجع تاني، هتعدلها من هنا هتلاقي عيب جديد ظهر، هتعدل العيب ده هتلاقي حاجة ظهرت، لان ديت التكون البشري. طول الوقت هيفضل فيك حاجة كده ناقصة، انت انسان مش كامل. ففكرة المثالية ان انا شخصيتي ما فيهاش ولا عيب، ديت مش هتحصل. انت شخصيتك ممكن تكون مميزة، ايجابية، ملفتة، جذابة، عندك اكتر من صفة حلوة. ديت بقى الشطارة، ان انت تقدر تتعلم ازاي ان انت تظهر الحلو اللي فيك، مش ان انت طول الوقت مركز على الوحش اللي فيك. عادي، كلنا عندنا عيوب وكلنا عندنا حاجات ناقصة. ف
احتوي الضعف اللي جواك، وما تحاولش ان انت تكون مثالي، لان انت مش هتوصل للمرحلة دي، مش هتعرف ان انت توصل لها، هيفضل طول الوقت عندك حاجة ناقصة. كمان الموضوع بيجي مع الوقت ومش بيتحل بسرعة، بيحتاج وقت ان انت تفضل تغير الصوت وهيرجع تاني، وتغير الصوت وهيرجع تاني، تناقش الصوت وهيرجع تاني. برضو محتاج ان انت تسأل نفسك الصوت ده شبه مين. يعني انت لما بتسمع الصوت ده، الصوت ده بيسمع عندك عند مين؟ يعني انت بتحس ان الصوت ده مين اللي بيقولهولك؟ باباك؟ يجي مرة تانية حد يقولك ايه الغباء ده؟ مين اللي انت سمعته بيقول ده؟ مامتك مثلا، خالتك، عمك، مدرس بتاعك مثلا، صاحب باباك، صاحبة مامتك، ايا كان ايه بقى الماضي بتاعك، هتشوف دوت كان تبع مين. فانت محتاج ان انت تعرف نفسك ان الصوت ده مش بتاعي، الصوت ده بتاع حد تاني نقلهولي، حد تاني هو اللي عودني ان انا الصوت ده يتحفر في دماغي، علشان تفصل الصوت ده عن نفسك. فبدل ما تقول لنفسك انا غبي، تقول لا، ده صوت بيقول انا غبي. تفرق كتير جدا ما بين ان انا غبي وما بين الصوت بيقول ان انا غبي، بس انا مش غبية، ده صوت محفور في دماغي. فديت حاجة هتحطها على ايه؟ حاجة هتحطها على جنب. وبرضو تميز ما بين انا غلطت وانا غلطة، ما بين ان انا فشلت وانا فاشل، ما بين ان انا عكيت وانا عكاك، ما بين ان انا نسيت وما بين ان انا ما عنديش ذاكرة، ذاكرتي زي ذاكرة السمكة، ما بين ان انا كسلت النهاردة وما بين ان انا كسول، ما بين ان انا اتعصبت النهاردة وما بين انا انسان عصبي، ما بين انا ما رعيتش شعور الفلان الفلاني في الموقف الفلاني، وما بين ان انا اصلا بارد وما بحسش بمشاعر غيري. فافصل ما بين الموقف وما بين الوصف العام. ما تفكرش دايما بطريقة يا ابيض يا اسود، ده خطأ تفكير، يا ابيض يا اسود، all or nothing، يا كله يا لا. يعني هو يا كده يا كده، وان انا يا اما اكون كويس يا اما اكون وحش، يا اما اكون طول الوقت عمال بجري بجري بجري، يا اما انا كسول وماليش اي 30 لازمة. ما بين ان انا يعني انسان كويس، عملت الموقف ده انا كويس، ولو ما عملتوش فانا وحش. انت مش ملاك ومش شيطان، احنا بنجمع الاتنين دول كده مع بعض وبيبقوا انسان. اوكي؟ فانت مهما حسنت هيفضل فيك الجانب الاسود، دي حاجة كده موجودة اللي احنا بنحتاج ان احنا نزكيها طول الوقت. ومهما حاولت برضو هيفضل فيك الحتة النورانية كده او الحتة المنورة. فانت محتاج طول الوقت ان انت تزكي من نفسك علشان ترفع الجانب ده على الجانب ده شوية. في ناس بتسيب فتخلي الجانب الوحش هو اللي يسيطر على الجانب الحلو. قولولي ايه اصعب حاجة بتقولوها لنفسكم. ده كان فيديو النهاردة. Thank you.